واخيرا للمتقاعدين كينوضوا وكيديروا تظاهرات واحتجاجات ضد التهميش اللي تعرضوا ليه. هادشي اللي غنعرفوا ان شاء الله في هذا الفيديو، واش بصح ولا لا، ولكن ضروري خصكم تكملوا الفيديو تنأكد على هذه القضيه. مجموعه ديال التنظيمات اللي كتمثل المتقاعدين في القطاع العام والخاص اكدت على ضروره مناقشه مشروع قانون الماليه في مجلس المستشارين باش يعزوا المقتضيات اللي كتهم المعاشات ديالهم اللي ما تحركاتش منذ سنوات. بشحال معلوم منسق الاتحاد النقابي ديال المتقاعدين في المغرب صرح لجريدة بيان اليوم بأن مشروع قانون المالية ديال 2025 مجبد حتى مقتضى اللي كيخص الزيادة في المعاشات ديال المتقاعدين المغاربة الهشين. سنستمر في النضال إلى أن تتحقق مطالب المتقاعدات والمتقاعدين. حسب نفس الجريدة اللي نشرت الخبر في عدد اليوم، معلوم شدد بأن هذه الفئة كتعرضت للتجاهل حيث تم تعطيل الاتفاقات اللي دارت خلال جولة التنمية في إطار الحوار الاجتماعي واللي كان خاص يناقش هذه القضايا. الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين أعلنت بأنها غادي توضع مراسلات على طاولة عزيز أخنوش رئيس الحكومة ومحمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين باش يطالبوا بإدراج المطالبات ديالهم في المالية العامة، مع توجيه نفس المراسلات للنقابات والأحزاب اللي عندها تمثيلية في المجلس باش المستشارين ديالهم يقترحوا تعديلات في هذا الموضوع. هادشي كيتزامن مع استمرار مناقشة مواد مشروع قانون المالي السنة الجارية في الغرفة الثانية للبرلمان، بالتحديد في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. المتقاعدين كيتمناو يدخلوا تعديلات على مشروع قانون المالي اللي من بينها أهم النقاط اللي كتضمنها المراسلات ديالهم هي الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات اللي ما بقاتش تحركت لأكثر من 25 عام، وإعفاء المعاشات من الضريبة حيث القطاعات الضريبية مازال كتفرض على هذه الرواتب رغم أن المتقاعدين خلصوا كلشي المستحقات ديالهم في مدة الخدمة ديالهم. ومن بين المطالب ديالهم كذلك تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والإدماجية للمتقاعدين المسنين، مع المنح ديالهم امتيازات في التنقل والولوج باش يضمنوا عيش كريم ومحفز للناس اللي باقي ما حاولوش على التقاعد. وزادوا طالبوا بزيادة التمثيلية ديال المتقاعدين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد CMR وباقي المؤسسات اللي عندها علاقة بالموضوع. وهكا الفيديو الخوت، ما تنسوا الإخوان تكتبوا لي الرأي ديالكم في التعاليق.